ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم مع بعض عن اليوزر بيرسونا. هنفهم مع بعض ايه هي اليوزر بيرسونا وانا ليه محتاجها وازاي ممكن اعرفها. اليوزر بيرسونا هو عبارة عن تمثيل خيالي للعميل المثالي بتاعي. انا بعد ما عملت يوزر ريسيرش وبنيت العاطفة مع التارجت يوزر بتاعي وحددت الاحتياجات اللي هو محتاجها من المنتج او الخدمة بتاعتي، هبدأ ان انا اعمل اليوزر بيرسونا. اليوزر بيرسونا هي عبارة عن تجميع البيانات اللي انا جمعتها من اليوزر ريسيرش، وبتظهر الاحتياجات والاهداف والتصرفات بتاعت التارجت اودينس بتاعي. طب هو انا ليه اصلا محتاج اليوزر بيرسونا؟ اليوزر بيرسونا مهمة جدا علشان افهم مين اللي هيستخدم المنتج بتاعي. فانا علشان احل مشكلة اساسية لازم ان انا ابقى عارض المشكلة دي في دماغي، وعلشان المشكلة دي تبقى معروضة ومكتوبة قدامي لازم الاول افهم المستخدم وايه احتياجاته. ومعرفة التارجت اودينس بتاعي هيساعدني ان انا اقدر احدد المميزات وعناصر التصميم اللي اقدر اختارها، وبكده هقدر ان انا اعمل منتج يكون مفيد اكتر وناجح اكتر. والبيرسونا بتحدد لي مين التارجت اودينس بتاعي من خلال الاجابة على 4 اسئلة: مين هو العميل المثالي بتاعي، ايه التصرفات بتاعة المستخدم، ايه الاهداف والاحتياجات بتاعة المستخدم، وايه المشاكل اللي المستخدم بيواجهها. طب انا ازاي اقدر احدد او اصمم اليوزر بيرسونا؟ اليوزر بيرسونا بتتقسم ل4 اجزاء. اول جزء عندي هو الهيدر، تاني جزء عندي هو الديموجرافيكس او الديموجرافيك بروفايل، تالت جزء عندي هو الجولز او الاهداف، ورابع جزء عندي هو السيناريو. تعالوا نشوف مع بعض كل جزء بيتكون من ايه وايه البيانات اللي اقدر احطها فيه. اول جزء عندنا هو الهيدر. الهيدر بيتكون من اسم الشخصية وصورة للشخصية ومقولة الشخصية بتقولها بتلخص ايه اكتر حاجة مهمة بالنسبة للبرسونا على اساس المنتج اللي انت بتقدمه. والخصائص دي بتساعدك انت والفريق بتاعك ان انتوا تبقوا مركزين على المستخدمين اللي انتوا بتصمموا لهم المنتج. تاني جزء عندنا هو الديموجرافيكس او الديموجرافيك بروفايل. على عكس الهيدر البيانات فيه كانت خيالية، الديموجرافيك بروفايل البيانات فيه بتبقى واقعية وبتبقى مبنية على اليوزر ريسيرش والتارجت اودينس بتاعك. والديموجرافيك بروفايل بيتقسم ل4 اجزاء. اول جزء عندنا هو البيرسونال باك جراوند او الخلفيه الشخصيه، تاني جزء عندنا هو البروفيشنال باك جراوند او الخلفيه الوظيفيه، تالت جزء هو اليوزر انفايرمنت او بيئه المستخدم، ورابع جزء هو السايكوجرافيكس. تعالوا نفهم مع بعض كل جزء من دول يعني ايه. اول جزء عندنا هو البيرسونال باك جراوند او الخلفيه الشخصيه. والخلفيه الشخصيه بتتكون من تفاصيل زي السن والجندر سواء كان ذكر او انثى، والتعليم، والحالة العائلية سواء كان سنجل أو متزوج، ولو متزوج وعنده أولاد عنده كام ولد. تاني جزء هو البروفيشنال باك جراوند أو الخلفية الوظيفية. البروفيشنال باك جراوند بتتكون من تفاصيل زي وظيفة المستخدم ومستوى الدخل بتاعه أو الانكم ليفل والخبرة الوظيفية أو الورك اكسبيرينس بتاعته. تالت جزء هو اليوزر انفايرومنت او بيئة المستخدم. واليوزر انفايرومنت بيعرض بيانات زي حالة المستخدم البدنية والاجتماعية والتكنولوجية. والجزء ده بيجاوب على اسئلة زي ايه الاجهزة اللي المستخدم بيقدر يتوصل بيها، وهل المستخدم بيقضي وقت اكتر في مكتب في شركة ولا مكتب منزلي، والمستخدم بيتفاعل مع الاشخاص التانيين وبيساعدهم قد ايه او كم مرة. اخر جزء عندنا في الديموجرافيك بروفايل هو السايكوجرافيكس او علم النفس. السايكوجرافيكس بيتكون من تفاصيل زي السلوك والاهتمامات والحوافز ونقاط الألم أو المشاكل اللي بتواجه المستخدم. فإن أنا أكون ملف نفسي أو ملف سايكوجرافيك بيساعدني إن أنا أفهم تصرفات المستخدم بتاعي وليه هو عايز يستخدم المنتج بتاعي. هنرجع نكمل مع بعض أجزاء اليوزر بيرسونا. وتالت جزء عندنا هو الجول أو الهدف. الجول هو عامل تحفيزي بيلهم الأكشن أو التصرف، وبيجاوب على السؤال إيه اللي المستخدم عايز يحققه باستخدام المنتج. فالهدف هو عامل تحفيزي وهو اللي بيحدد إيه اللي البيرسونا أو اليوزر عايز يحققه. آخر جزء عندنا هو السيناريو. والسيناريو هو عبارة عن رواية بتشرح ازاي البيرسونا او المستخدم هيتفاعل مع المنتج بتاعي في يومه العادي عشان يقدر يحقق الهدف اللي هو عايز يوصل له. والسيناريو كمان بيشرح المكان والزمان والكيفية بتاعت الرواية، وبتبقى مكتوبة من وجهة نظر البيرسونا او المستخدم، وبتشرح كمان الحالات اللي ممكن تحصل في المستقبل. لازم نعرف ان اليوزر بيرسونا في الطبيعي بتبقى صفحة واحدة، والصفحة ديت بتحتاج منك ان انت تركز على التفاصيل المهمة. وخدها قاعدة: تجنب التفاصيل الزيادة اللي مش هتساعدك في التصميم او في الديزاين، واللي مش هتساعدك ان انت تاخد قرارات اسهل. باختصار اليوزر بيرسونا هي مهمة جدا لو انت عايز تصمم منتج مفيد وليه قيمة للتارجت اودينس بتاعك. فصمم يوزر بيرسونا قوية واستخدمها كمرشد للقرارات اللي هتاخدها من البداية للنهاية. وبكده نكون عرفنا مع بعض ايه هي اليوزر بيرسونا، وليه انا محتاج اليوزر بيرسونا، وازاي اقدر احدد او اوصف اليوزر بيرسونا. اتمنى اكون
افدتكم، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك، واشوفكم الفيديو اللي جاي.